ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسمي الله ونشوف ايه الفيديو بتاعنا النهاردة. أكلة كل المصريين يحبوها، فراخ محمرة كده بقى وملوخية ورز أبيض. احنا بقى غسلنا الفرخة كده بالمية وغسلناها وشيلنا كل اللي فيها، وبغليها بقى، يعني بنقعها في دقيق وليمون وملح نص ساعة، واشطفها وعينها في التلاجة. وتاني يوم بقى غليتها كده وعملت ريم، فبكب المية دي بقى واغسل الفرخة تحت الحنفية واولع عليها في حلة نظيفة، او بغسل الحلة صبنها واقوم مولعة عليها في نفس الحلة. بس لازم الحلة تتصبن والفرخة تتغسل كده تحت الحنفية هي بقى، والكبدة والقناصة بتاعتها وكده. حطيت معلقة بقى سمن بلدي في الحلة، وهننزل بفصين مستكة كده وحبهان، وبعد كده نشوح الفرخة. بس لو أول مرة تشوفي قناتي عالم حنان، اشتركي في القناة بقى كده وفعلي الجرس بكلمة الكل، وحطي لي لايك حلو، لايك جميل، وتعليق كده مسكر. واشكر كل فانزاتي على تعليقاتهم الحلوة ولايكاتهم الجميلة. ما تنسيش اللايك يا قلبي. هنا بقى هنشوح الفرخة كده على الجنبين بس، وقمت بقى ايه حطلها مية سخنة، يعني مية مغلية. وفي الاخر حطيت الورق اللورا والملح. اكتر من كده مفيش، وهتلاقوا الشرب لبن حليب. كانت شوية شوربة جميلة جدا. ليه؟ لان غلينا الفرخة وكبنا ميتها. هنسيبها بقى تغلي على نار عالية، واما تغلي كده نهدى عليها شوية كده. غسلنا بقى المواعين اللي كانت في الحوض وعناها. الوقت بقى الفراخ غلت اهيت، ولا فيها ريم ولا فيها اي حاجة. هنهدى عليها بقى النار كده في المتوسط لحد ايه ما تستوي. طبعا الملح بقى حسب الرغبة اللي انت تحبيها طبعا. هنعمل مع بعض بقى ايه تاني؟ هنغسل بقى الطماطم عشان انا بعمل الملوخية بالطماطم. احنا هنا في دمياط بنعملها بالطماطم. هنعصر بقى الطماطم كده بشوية مية في الخلاط، وبصفيها من التفل، لان التفل ما بنحبش يعني بحبش اعملها بالتفل لان التفل بيتعب المعدة وكده. حمصنا بقى فص توم كده صغير في معلقة سمن بلدي، وننزل عليه بعصير الطماطم. انا بعمل الملوخية تقليتين. بعد ما نزلنا بقى بعصير الطماطم يا حلوين، هنحط بقى ايه؟ ملح وشطة ورشة سكر، شطة حمرا ناشفة، ما بحطلهاش فلفل اسود. دي بقى رشة السكر. هقلبها بقى كده واسيبها ايه تغلي غلوة. ما بنسيبهاش بقى تتسبك، لان ايه على حسب بقى الملوخية اللي عندك، كمية الملوخية. هنا الشوربة كانت بادئة تغلي كده بقالها ربع ساعة، وشوفوا لونها ابيض ازاي. جبنا بقى الملوخية كده كنت مفرزاها. هنحط عليها بقى ايه كبشتين 3 شوربة كده، اقلبهم فيها عشان تفك، لان ما احطهاش كده هتبقى مكلكعة في الصلصة. معلقتين 3 كده شوربة. شوفوا الشوربة لبن حليب ازاي، وكانتش لسه استوت، دي كانت بقالها 10 دقايق بس على النار. جربي شوربة الفراخ بالطريقة دي هتعجبك جدا. نقعد بقى نقلبها لحد ما تفك خالص في الشوربة المغلية كده السخنة. وبعد كده بقى ايه هننزل عليها بقى ايه بالصلصة، لان الصلصة كده خدت كام غلوة يعني. طبعا عشان انا ما عارفة بطبخ على طول دايما، فعارفة الكمية. هننزل بقى بالملوخية كده. طبعا قلبيها بقى بمضرب سلك عشان تفك معاك بسرعة يعني في الحلة. شوية ملوخية، اللهم بارك، حاجة كده عسل. عسل، والله كانت عسل. ولو وصلت هنا يا قلبي حطي لي لايك. طبعا كده لسه بقى ايه هتبدأ تغلي بنطفي، ما بنسيبهاش تغلي ايه الملوخية، ما تغليش ولا تغطيها. ما تغطيهاش عشان ما تسقطش في الحلة كده بقى ايه تقلها مظبوط. طفيت عليها طبعا، وهعمل لها بقى التقلية. معلقة سمن بلدي كده، فيها فص توم
وهيتحمص بس شوية، انزل بالكزبرة الناشفة، ما تكتريش الكزبرة عشان ما تمررش الاكل معاكي. انا عارفة ان الاكلة دي تقليدية وكل الناس عارفاها، بس جربها بطريقتي هتعجبك، وباكتبيلي في الكومنتات لما تجربيها. ننزل بقى كده بالتقلية على الملوخية، وناخد بقى كبشتين ملوخية كده في الطاسة عشان نلم كل بقى ايه التقلية اللي فيها، يعني التوم بالكزبرة. ونقوم بقى ايه مرجعينهم تاني في الحلة. طبعا الفراخ دي حبايبي بقى هحمرها النهاردة في الزيت وارشها دقة كده. الدقة دي بتبقى ملح وفلفل وكمون وكزبرة وشطة، بقلبهم مع بعض وارشهم على الفراخ بقى، وهي ايه بعد ما تطلع من الطاسة كده محمرة. دي طبعا الشوربة خلصت والفرخة كانت اتسلقت وخلصت والملوخية خلصت. هنعمل مع بعض بقى شوية رز ابيض كده حلوين، يعني بعمل جنبها رز ابيض ما بعملوش بشعرية. حطينا بقى شوية زيت في الحلة يسخنوا، عم اغسل الرز. كمية طبعا اللي تحبوها، ده رز مصري، كل كوباية رز مصري بتاخد كوباية مية. نزلنا بقى بالرز كده في الزيت وهنلوحه بقى مع الملح، طبعا على حسب الحياء اللي تحبوه، ونزل عليه بالمية. وما تبخليش عليه يا قلبي باللايك تقديرا للمجهود. دايما كده قلبي الرز بقى في الزيت كده، ما بحبش اعمل رز بالسمنة. وننزل بقى بالمية. الصراحة ما كانتش مغلية لان كنت مستعجلة بقى. الافضل تبقى مية مغلية. هنغطيها بقى، وما يشرب ميته بنهدي عليه النار ونحطه على الشياطة. عفوا حبايبي. هدينا على النار بقى وحطيناه على الشياطة، وهنحمر بقى ايه الفراخ. ممكن برضو تعملوها بالصلصة بعد ما تسلقوها، وشوفوها في فيديو تاني انا عاملاه على القناة صلصة، وتخشوا الفرن للي ما يحبهاش مقلية. بس الاولاد كانوا عايزينها مقلية. طبعا انا قسمت الفرخة كده على 4. بس الصدر بشيل منه الكتاف عشان فيه ما بيحبوش الكتاف، فبحمر الكتاف بالجناح لوحدها، وبغطي عليها بقى عشان ايه الفرقعة ديت بتبهدل وشي وبتلسعني. يعني حمرتها بقى على الجنبين كده. اما ولادي في عندي عيل بيحبها ايه محمصة سنة، طبعا حمرتها بقى على الجنبين. وهكمل بقى بقية التحمير، وارشها بقى الدقة اللي قلتلكوا عليها. يبقى كده بقى غدانا خلص وكان جميل. ولو رب لو عجبكم الفيديو بقى متنسوش اللايك والاشتراك في القناة لأول مرة يشوفني، ويفعل الجرس بكلمة الكل. وبحبكم كتير والله، أجمل متابعين. وأشوفكم بقى في فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله. ويا رب بس يشوفوا الشوربة وجمالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.